المهني صحفي جريدة الشعب. احنا اليوم بدأنا اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام بهدف الحصول على حقوق صحفي جريدة الشعب المهدورة منذ مايو سنة 2000. في ذلك التاريخ أقدم المخلوع محمد حسني مبارك ونظامه على إغلاق جريدة الشعب وتجميد حزب العمل الاشتراكي، لأن الجريدة والحزب ساهموا بدور كبير في كشف مخططاته وفساده هو أسرته، وفساد في كل أجهزة الدولة بما فيها وزارة الزراعة وبما فيها مختلف وزارة الثقافة. وتحديدا كانت البداية أو حادثة الإغلاق مع وليمة الأعشاب البحر. هذه الوليمة كانت تسب في الذات الإلهية وتنال منها وتتطاول عليها، ووزارة الثقافة نشرتها على نفقتها الخاصة. اليوم نتذكر أيضا الرسول المسيء للرسول المزمع نشرها في فرنسا، ونتذكر أيضا الحادث الفيلم المسيء للرسول الذي أنتجه بعض الأمريكيين وتسبب في أزمة ضخمة في العلاقات. منذ عام 2000 ونحن ننبه إلى خطورة التطاول على الذات الإلهية، وكان الثمن الذي دفعناه هو إغلاق جريدة الشعب. ونحن اليوم بعد مرور 12 سنة ما زلنا في الشارع، ما زلنا مشردين، لا في حقوقنا المهنية وضيعة، حقوقنا المالية نفس الكلام. احنا اليوم بنطالب بتنفيذ الاتفاق الموقع بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة في الموقع في 9 ديسمبر سنة 2000 بخصوص حقوق جريدة الشعب وصحفي جريدة الشعب، وتتمثل في ثلاث حقوق. الحق الأول تسوية الرواتب وصرفها بما يتوافق مع العام الحالي من ناحية التدرج المالي، سداد التأمينات الاجتماعية عن الصحفيين وهي مجمدة من لم يتم دفعها من سنة 2000. النقطة الثالثة توزيع الصحفيين على الصحف القومية عشان كل واحد يلاقي مكان يشتغل فيه، مش هنفضل كده في الشارع 13 عام. الآن بعد أن قامت الثورة نحن متمسكين بمطالبنا، لأن الثورة قامت لإنصاف المظلومين، ومن ضمن المظلومين صحفي جريدة الشعب الذين ساهموا في قيام هذه الثورة وفي التمهيد لها. اليوم كل القضايا التي تثار اليوم بعد الثورة جريدة الشعب فجرتها سنة 2000 منذ 12 سنة، يعني كنا سابقين المجتمع المصري وسابقين السياسة المصرية وسابقين كل الفصائل السياسية ب 12 سنة. اليوم يتم الحديث عن فساد بيع الأراضي تناولناه، يتم الحديث عن فساد بيع القطاع العام تناولناه، يتم الحديث عن تطور العزيز الإلهية تناولناه وكان سبب في إغلاقنا، يتم الحديث عن مبيدات المسرطنة تناولناها، يتم الحديث عن فساد أولاد الرئيس تناولناها أيضا، تم الحديث عن التعذيب تناولناه. لم تكن هناك قضية غفلت عنها جريدة الشعب، كانت جريدة الشعب هي ضمير العالم العربي والإسلامي وضمير الشعب المصري، وكانت النتيجة احنا دفعنا هذا الثمن. ومن المؤسف أن جزء من الثمن اللي دفعناه كان بسبب تحالفنا مع الإخوان المسلمين. النظام تربص بحزب العمل وجريدة الشعب بسبب هذا الموقف. استطاع حزب العمل أن يجعل من الإخوان المسلمين في انتخابات 87 قوة سياسية حقيقية ودخلهم حوالي 77 نائب. اليوم نحن ندفع الثمن، واليوم الإخوان المسلمين في الحكم. طلبناهم مرارا وتكرارا بتدخل لحل أزمة جريدة الشعب وصحفيين جريدة الشعب، ونحن كل ردود ودن من طين وودن من عجين، اللي هو على رأي المثل كما يقول المثل الشعبي. كتبنا مذكرات والتقينا برئيس مجلس اعلى الصحافه ورئيس مجلس الشورى الاستاذ احمد فهمي من خلال 3 اشهر، وتم ابلاغه بالمطالب وتم تسليم نسخه مستندات ومن الاتفاق الموقع. حتى هذه اللحظه لم يستجد شيء. رفعنا مذكره للرئيس محمد مرسي منذ 3 أسابيع وصلته عن فئات المستشاريه تتضمن مطالب الشعب وتتضمن شرح وافي للمشكله وبالمستندات. حتى الان لم يتم اي شيء على الاطلاق. نحن اليوم بدانا في اعتصام مفتوح وفي اضراب مفتوح عن الطعام، لن ننهي ولن نتخلى عن مطالبنا تحت اي ظرف حتى لو كان الثمن حياتنا. هذه فرصه لحل مشكله سواء من جانب الحكومه او من جانب اجهزه الدوله او من جانب رئاسه الجمهوريه. ما لم يتدخلوا لحل المشكله نحن سنساعد ونرجو منهم ان يتحركوا بتعقل وان يكفوا عن سياسه العند التي اتبعوها. ومن المؤسف ان سياسه العند كان يتبعهم مبارك والحمد لله خدته وراحت. نحن نقول للحكومه سياسه العند مش هتفيدكم ولن تفيد اي حد، لان ما نلاحظه ان هناك حاله عناد شديد امام مطالب الشعب امام المطالب الاجتماعيه في كل الفئات، ونحن ايضا من هذه الفئات. نحن نطالب بحل ازمه جريدة الشعب، نحن صحفيين ندرك حقوقنا كويس جدا ونعلمها ونستطيع الدفاع عنها، ومصرون على الاستمرار في الدفاع عنها والتمسك بها الى ابعد حد. ايه دور نقيب الصحفيين في الاداره؟ اتكلمنا عن كل الصحفيين وكان له دور في ان هو رتب اللقاء مع الاستاذ احمد فهمي ثم انتهى كل شيء. وانا اكثر مره منذ ان تم تعيينه رئيس مجلس اداره الاهرام اتصل به كذا مره علشان يتدخل يعني تليفونه مع السكرتير الخاص بتاعه، لا يرد على المكالمات
كانه انفصل عن مشاكل الصحفيين، كان مشاكل الصحفيين لم تعد جزء من اهتماماته. شكرا لك.